طيب بالهداوه كده يا اخواتي، ده الايفون 13 برو ماكس وده الريدمي 12 من شاومي. حسيت بحاجه؟ قول لي بس، حسيت بحاجه يا معلم؟ الموبايل ده اجمد تصميم انا شفته من شاومي اخر فتره، بل في 2022 اصلا. موبايل اقتصادي، واقول لك على السعر في الاخر، بس فئه 6000 جنيه. فانت متخيل الجمدان ده؟ بينافس في الشكل وفي الديزاين وفي التصميم. بص، من غير كلام كتير اعمل لايك الفيديو حالا وتعالى نبدا بالتصميم بتاع الموبايل ده. مبدئيا اول ما تبص على الموبايل هتلاقي التصميم بتاعه شيك جدا، حتى الرنج او الحلقات اللي حوالين الكاميرا دي فعلا رهيبه بمعنى الكلمه. وكمان الوان الموبايل ده اللي جايه وهم. وغير كده ده اول موبايل اقتصادي يجي بظهر ازاز بعد زمن من غلاء الاسعار. فان انت تلاقي في الفئه السعريه دي موبايل بظهر ازاز مش موجود اصلا في السوق حتى من شاومي نفسها. ده اول موبايل منها في الفئه السعريه دي يكون بظهر ازاز. ولكن لو بصيت بقى على ملمس الجوانب بتاعه الموبايل نفسها فهي مريحه جدا للاستخدام في الايد. وكمان لما بتحط الجراب اللي بيجي مع الموبايل السيليكون ده، تجربه بتبقى افضل بكتير. تمام، لانه كمان بيغطي بقى بروز الكاميرات البسيط ده، فبيحافظ على الكاميرا نفسها. وكمان لسه الموبايل شكله شيك ما فيهوش اي مشكله. الحته دي بتبقى مصنفره يعتبر كده. فالتصميم حقيقي. وزن الموبايل شوف انا بحدفه ازاي كده وبمسكه رايق جدا. المهم بقى نيجي لنقطه بتفرق مع ناس كتير اول ما تلف الموبايل، الا وهي الشاشه هنا عملاقه بمساحه 6 و79 بوصه، ومن نوع اي بي اس ال سي دي بجوده فول اتش دي بلس. وكمان بتيجي بمعدل تحديث او ريفريش ريت كام بقى؟ 90 هرتز. وده طبعا في الفئه السعريه دي كده خلطه متكامله، مفيش اكتر من كده اصلا. فالشاشه دي بالنسبه لمشاهده المحتوى او تجربه الالعاب اللي هنتكلم عنها في الفيديو قدام مع المعالج الكويس جدا اللي بيجي في الموبايل ده هتبقى مثاليه بمعنى الكلمه. ولكن التجربه الصوتيه هنا مش ستيريو، ولكن مفيش اي تاثير برضه. واغلب المنافسين مش ستيريو، فده طبيعي في الفئه السعريه دي. خلاص عشان تاخد ستيريو دلوقتي محتاج تعلى فوق الثمانية تقريبا. ولكن بص كده يا معلم، الحافه السفليه في الموبايل هي مش اصغر حاجه، ولكنها ما فيش اي عائق بالنسبه لي مع استخدام الموبايل، لان شاشته كبيره جدا حقيقي. فانا مش حاسس اصلا بالحافه السفليه دي نهائي. غير كده ابعاده نفسها متناسقه مع بعض مع مسكته. فانا حاسس ان انا ماسك شاشه في ايدي، مفيش اي ازعاج في الموضوع. مع طبعا تصميم الكاميرا الاماميه اللي هو الدوت نوتش دي، فبالنسبه لي مفيش اي مشكله في الشاشه. طيب حلو، هل خيشت بقى في المعالج من شاومي في الموبايل ده؟ الاجابه لا. الموبايل ده بيجي بمعالج محترم جدا في الفئه السعريه دي دلوقتي، وهو من ميديا تك، وهو الهيليو جي 88. وده معالج منافس جدا في الفئه السعريه دي. بالعكس في منافسين بيدوا معالجات اقل من ده. فكويس ان المعالج موجود في الموبايل ده. وكمان اداؤه طبعا معروف دايما وكويس، لان هو بقاله فتره كبيره مش جديد مثلا. فاداؤه معروف ان هو مستقر وكويس ومفيش اي مشكله. حتى مع الالعاب وبابجي بيشغل كل حاجه، مفيش اي مشكله. ومش هتحس بلاج، مش هتشغل اعلى اعدادات، بس في نفس الوقت هتلعب عليه وانت مبسوط. فبالنسبه لاعدادات بابجي بقى هتلاقيه بيشتغل معاك على اعدادات سموث والترا زي ما انت شايف. او كمان لو عملت على اتش دي هيشتغل معاك على اتش دي وهاي. طبعا اكيد الموبايل مش هيبقى 60 فريم والكلام ده كله، يعني مفيش نقاش في النقطه دي. ولكن اداء الموبايل وتجربه الالعاب ممكن اعمل لك عنها فيديو، انا جربتها بشكل عام وكانت لطيفه جدا ما فيهاش اي مشكله. وانا عارف كده كده المعالج ده، وكمان مع ال 8 جيجا رام والحاجات اللي لسه هنجيلها قدام في التفاصيل في الموبايل ده، تقدر تمشي نفسك في الالعاب بالموبايل ده كويس جدا. وتعمل حاجات تانية كتير زي الاستخدام اليومي. هتلاقي التصفح في كل برامج السوشيال ميديا بشكل عام كويس مع ال 8 رام وال 90 هرتز وكل الكلام ده. فالتجربه فعلا مثاليه. طيب يا علي، قاعد تتكلم عن مميزات كتيره في الموبايل ده. طب البطاريه إيه نظامها؟ البطاريه هنا 5000 ملي امبير، وبتيجي بشاحن سريع 18 واط. وبرده في الفئه السعريه دي نقول ان 18 كويس. كان نفسي في 33 كان يبقى ميزه اضافيه قوي، بس ساعتها السعر كان هيغلى عن تسعير الموبايل ده اللي هقوله لك كمان شويه. وتعالى بقى لحاجه بتدعم السلاسه والاستقرار في الموبايل ده، الا وهي السوفت وير ابديت وكمان نسخه الاندرويد. الموبايل ده بيجي باندرويد 13، احدث اصدار اندرويد مستقر موجود، مع واجهه الميو اي 14 الجديده من شاومي، احدث تحديث موجود لموبايلات شاومي برضه. ولكن اول لما تفتحه هتلاقي ابديت لازم تحدثه، عشان ده تحديث امان وبيخلي الموبايل كمان مستقر وناعم في الحركه معاك اكتر. ودايما الحركه دي بتكلم عليها من شاومي، هي بتثبت لك في اول فتحه للموبايل ان انا هفضل اديك ابديتس كتير للموبايل. فدي انديكيشن او نقطه انا بحبها جدا في موبايلات شاومي. ونيجي لحاجه بقى المفروض تخيش بعد كل الحاجات الحلوه دي، الا وهي البصمه في الموبايل ده. بص كده، مجرد ما لمست الموبايل فتح حرفيا. بص ما بتكملش حاجه، انا كده بص اهو اهو، ما بكملش حاجه. مش اسرع حاجه في الوجود، ولكن سريعه جدا بالنسبه للفئه السعريه دي. وعجباني قوي الصراحه، ومستقره وما بتغلطش تماما. وكمان مكان البصمه نفسه مريح للايد، ووضعه في الموبايل كده مش لتحت قوي ولا لفوق قوي، وحتى بارز كده مش مدفون لجوه. ففكره ان هو بارز اصلا دي نقطه عجباني جدا، عشان انا دايما في موبايلات من شاومي او من شركات تانية
مكان البصمه بيبقى مدفون لجوه، فدايما ايدك بتغلط عشان تدوس على البصمه صح، ولكن ده مش موجود هنا. ولكن هي كلها مميزات ولا ايه؟ تعالى نتكلم بقى عن البروكسيميتي سنسور، مستشعر التقارب في الموبايل ده. عندي عليه كومنت بسيط ولكنه هو مش وحش. مبدئيا كده انا لغايه دلوقتي وقت تصوير الفيديو ده هكتب لكم في التعليقات بعديه مش عارف في مستشعر حقيقي ولا لا، ولكن توقعي ده سوفت وير، وهتاكد لكم واكتب لكم في اول تعليق تحت. ولكن سيبك من حقيقي ولا سوفت وير، وتعالى نشوف هو شغال اصلا ولا لا. فبشكل عام وانا بعمل مكالمه بحط ايدي لقيته عادي بيروح معايا وبيجي وبيقفل وبيفتح الشاشه، ولكن بطيء نسبيا. الريسبونس او الاستجابه بتاعته مش اسرع حاجه، ولكنها موجوده. ركز معايا، يعني في موبايلات من شاومي زمان من سنه ونص مثلا لما كان عندهم المشكله دي كبيره قوي ساعتها، وطبعا حلوها بطريقه جميله جدا. فساعتها كنا بنقول ان الموبايل ما فيهوش اصلا مستشعر تقارب لا سوفت وير ولا حقيقي. لكن دلوقتي تقرب ايدك وبتبعدها بتلاقي الموبايل بيستجيب معاك. انا بس الكومنت البسيط بتاعي ان بيستجيب مع وقت شويه، مش في نفس الثانيه بالظبط ولكن بعديها بثانيه مش اكتر، ولكنه بيستجيب بكفاءه وبدون اي مشاكل وشغال ما علقش معايا ابدا. فدي نقطه حبيت اوضحها لكم بالتفصيل. واخيرا قبل ما ندخل على تجربه الكاميرات، الشبكات في الموبايل ده ما فيهاش اي مشكله تماما ومستقره وكويسه وقويه. ونيجي بقى لتصميم الكاميرات واللي هو حاجه مبهره في الموبايل ده. بص التصميم حاطط لك رينج كده حرفيا فضي حوالين الكاميرات عشان تبين لك ان هو ايفون في نفسه. لا بجد التصميم روش قوي وعجبني مع الظهر الازاز، حاسه كده منطقي. فالتصميم شيك جدا بمعنى الكلمه للكاميرات. غير كده تعالى نتكلم على الكاميرات نفسها. فالكاميرا الاساسيه هنا 50 ميجا بكسل، وكمان ما استغنيناش في الفئه السعريه دي عن الالترا وايد زي ما بعض الشركات بتعمل، وبتعصب بالموضوع ده قوي. فالحمد لله الموبايل بيجي فيه كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل، وكمان بيجي كاميرا 2 ميجا بكسل الثالثه للدبس او للعمق عشان تطلع صوره بورتريت حلوه اكيد. وبالنسبه بقى للكاميرا الاماميه فبتيجي 8 ميجا بكسل، والموبايل ده سواء كاميرا خلفيه او كاميرا اماميه اخره في تصوير الفيديوهات 1080 30 فريم. هعرض لك دلوقتي بعض النماذج للصور عشان تشوف الموبايل عامل ازاي، ولكن التجربه انا شايفها كويسه جدا. وبالنسبه للفئه السعريه دي عاش شاومي، مفيش اي نقاش على تجربه الكاميرات هنا. فنبدا بقى باول حاجه بالصور السيلفي. فزي ما انت شايف سواء بالبورتريت او الكاميرا العاديه مفيش اي مشكله، والصور طالعه كويسه والتفاصيل برده لذيذه في الفئه السعريه دي. ولكن بص بقى على الكاميرا الخلفيه هتلاقي برده الصور كويسه سواء بورتريت او عادي، وكمان التفاصيل اكيد اكتر والصوره اكيد شكلها احسن طبعا ان هي 50 ميجا بكسل. تعالى كمان نبص بقى على تصوير مثلا وليكن حاجه زي الموبايل ده. زي ما انت شايف شكله عامل ازاي، برده لطيف مفيش اي مشكله. وكمان العزل والحاجات دي بيعرف يظبطها نسبيا في الصوره، فطبعا بتطلع نتائج مرضيه جدا. كمان النايت مود في الموبايل ده اداؤه فعلا كويس. بص الصوره دي مثلا قبل وبعد، والاضاءه هنا كانت ضعيفه، مجرد بس في اضاءه في الخلفيه فشوف الصوره بقت عامله ازاي، بقت اوضح اكيد وفي تفاصيل زادت فيها. بعض الصور التانية كده الراندوم زي ما انت شايف بمشيها لك بسرعه عشان تقيم انت برضو زي وصلة الشاحن دي والكلام ده كله، عشان تدي انت انطباع عن نفسك عن الكاميرا عامله ازاي. طيب جينا كده للنهايه رايي في الموبايل، بس قبل اي حاجه نقول التسعير في الاول. فاعمل لايك للفيديو حالا، واعمل اشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وكومنتك الجميل بيشجعني ان انا استمر. وقول لي رايك في السيت اب ده عامل ايه، وايا كان تعالى ندخل على التسعير. فالموبايل ده بيجي بثلاث نسخ، في نسختين بس نزلوا مصر والنسخه الثالثه قالوا قريبا. فالنسخه الاولانيه منه هي ال 4 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكره داخليه، ودي بالنسبه لي الصراحه وبكل صدق احسن صفقه في الموبايل ده. بتيجي بسعر 5999 اللي هو 6000 جنيه مصري، فده سعر منافس جدا في الوقت الحالي. تعالى بقى نبص على النسخه الثانيه بتاعت التسعير برضو، وهي النسخه ال 8 128، ودي النسخه اللي معايا في الفيديو سعرها 7400 جنيه. ده سعر بالنسبه للامكانيات والله مش وحش، بس انا بالنسبه لي لو هدخل في السعر ده ممكن ادخل لخيار احسن من شاومي نفسها حتى او من المنافسين. المهم يا معلم بالنسبه بقى للخلاصه في الموبايل ده، فالموبايل ده جامد رايق كويس جميل، ما فيهوش عيوب بالنسبه لي نهائي يعتبر. كل الموبايل متكامل خلطه ما فيهاش اي تاثير، سواء من الشاشه سواء من الكاميرات تجربه مش وحشه، سواء من الالعاب سواء من البطاريه سواء من السوفت وير سواء من كل حاجه في الموبايل ده. واكتر حاجه مبهره التصميم. انا ما شفتش تصميم بالحلاوه والجمال والدلال ده حرفيا. بجد التصميم في حته تانية، لدرجه ان انا فكرت ان الموبايل ده انا مش هبيعه، انا هسيبه معايا استخدمه استخدام سنوي من كتر ما هو موبايل شكله حلو. وده ما بعملوش على فكره مع موبايلات كتير. فايا كان الموبايل ده كتكامل جميل جدا وكويس. وكمان في نقطه عاوز اوضحها، الموبايل ده ينفع لمين؟ المره دي مش هقول لك ينفع لحد سن صغير او ينفع لحد سنه كبير ومش عاوز يلعب. المره دي الموبايل ده ينفع لاي حد، ينفع للشباب ينفع لسن الكبير ينفع سن صغير. الموبايل ده متكامل لاي حد محتاج موبايل ب 6000 جنيه، دي الخلطه المثاليه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو حالا، واكتبوا لي رايكم في التعليقات في الموبايل ده وتسعيره اكيد، بحب رايكم دايما. ولو عاوز تجربه العاب على الموبايل ده لان غالبا عاوز اعملها ومتشوق ان انا اعملها، اكتب لي في التعليقات تحت. ولو عاوز مقارنه مع مثلا الشاومي نوت 12
نقارن برضو ونشوف بالنسبه لفرق سعر 1000 ونص ولا 2000 جنيه هتاخد ايه هنا وهتاخد ايه هناك. اكتب لي برضو في التعليقات تحت، ساعتها هعمل لك فيديو مقارنه ما بينهم. وبس كده يا معلم، ده كان فيديو لذيذ يستاهل التحفيز، دي بقى اللي بنقولها في تيك توك ايا كان. وكمان قول لي رايك في السيت اب ده، لانه فعلا يعني انا شايفه حاجه كده بسيطه سيمبل شكلها جميل، هيفرق معايا رايك جدا وبهتم بيه طبعا. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله قريب ومراجعه جديده. وبس كده، سلام.